اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة عاملة لكم طريقة عمل الصابون السائل بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا جدا. اسهل طريقة هتعملي بيها الصابون السائل في البيت. شوفوا اللهم بارك، بجد هيكون تقيل جدا ان شاء الله، هيبقى تقيل وان شاء الله هيبقى الرغوة بتاعته جميلة جدا زي ما انتم شايفين كده. كل حاجة قدامكم اهي، رغوته بجد تحفة، ريحته بجد ولا اروع، ريحته جميلة جدا ولونه بجد اخضر كده جميل وبجد تحفة تحفة جدا وتقيل معاكي. تعالوا نشوفوا هنعمله ازاي. اول حاجة كده نسمي الله. انا جبت كده ايه حاجة علشان ادوب فيها الصابون بتاعي ده. طبعا انا بجيب كده من عند بتاع المنظفات صابون سائل مركز. طبعا انتوا بتقولوا لي انا عاوزه كيس صابون مركز وانا اعمله في البيت. طبعا هيقولك في الاخضر وفي الاصفر وفي الاحمر، اللي انت حباه اشتريه. انا بصراحه انا بعمل الاصفر على طول، فقلت اعمل معاكم الايه الاخضر زي ما انتوا شايفين كده. جبت كده الصابون بتاعي كده زي ما انتم شايفين، بيجي كده عجينة في كيس، زي العجينة كده بتيجي في كيس. طبعا بيختلف عن الايه الصابون والتاني. في صابون بيجي مثلا البودرة والعجينة لوحديها والبودرة لوحديها. طبعا ده في العجينة، هي كده العجينة زي ما انتم شايفين كده اهو. نحطها كده بقى الايه، نحطها كده علشان ندوبها زي ما انتوا شايفين كده. بفضيها كويس جدا اهو زي ما انتوا شايفين. احط طبعا اعمل الكمية كلها اهو يا قلبي. هعمل بقى الايه الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا وانا بعمل ايه البتاع اتخبط، يعني دراعي جه في التليفون اللي انا بصور بيه. هقلب بقى كده زي ما انتوا شايفين كده عشان احط الايه، احط المية زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا هي العجينه بتيجي كده في كيس زي ما انتوا شايفين كده. انتوا بتقولوا انا عاوزه مثلا ايه كيس صابون مركز، هيديك ان شاء الله بجد هيبقى تحفه جدا. انا بصراحه بفضل الاخضر عن الاصفر. الاخضر بيبقى ريحته حلوه بجد، انا بحبه يعني بجد، ريحته حلوه وبينضف كمان بجد هايل. احط كده ميه، دول طبعا 8 لتر من الميه، فانا مش هحطهم كلهم. طبعا هو بياخد من 8 لتر ل 10 لتر من الميه حسب التقل اللي انت حباه. انا طبعا كده بحط شويه كده وادوب بقى كده بالراحه، ما ينفعش احط الايه الكميه كلها من الميه زي ما انتوا شايفين كده. ادوب بقى كده، بعدين احط بقى تاني ميه زي ما انتوا شايفين كده، واقلب بقى كده اهو يا قلبي زي ما انت شايفه كده. افضل بقى ايه ان شاء الله هيبقى معاكي تحفه. شوفوا بمجرد اللي انا بدوبه، شوفوا الرغاوه بتاعته، الرغاوه بتاعته هايله جدا وريحته بجد تحفه جدا اهو يا قلبي زي ما انتم شايفين كده. افضل اقلب بقى كده اهو اهو يا قلبي. افضلي بقى دوبي كده، هيبقى معاكي صابون بجد تحفة. سعره بصراحة متوفر، يعني سعره على قد الايد، يعني مش غالي قوي. ب25 جنيه هتعملي احلى صابون سائل في البيت. افضل بقى زي ما انت شايفة كده ادوب بقى ايه كويس جدا. شوفوا الرغوة بتاعته اللهم بارك، رغوته عسل. شوفوا بجد الرغوة بتاعته عالية جدا، وان شاء الله هينضف لك المواعين وهيخلي المواعين بتاعتك بتبرق. افضل بقى ايه ادوب كده، لازم ادوب كويس جدا عشان يتقل معايا وكل المكونات تدوب في الماء زي ما انتم شايفين كده. افضل بقى ايه اقلب، افضل اقلب كده. شوفوا الرغوة بتاعته بجد، الرغوة بتاعته جميلة جدا يعني. شوف اللهم بارك. كمان انا شوف احط ايدي كمان، بصوا زي ما انتوا شايفين اهوت. شوفوا الرغوة بتاعته اهو. شوفوا لسه كمان، ده هو لسه ما تقلش، لسه هسيبه بقى كده ساعة او ساعتين هيتقل معاكي وهيبقى تحفة، هيديكي نتيجة هايلة
بجد هيديكي نتيجة جميلة جدا. افضل بقى يا قلبي اقلب بقى كده زي ما انت شايفة، لازم انا اقلب. التقليب المستمر هيديكي نتيجة حلوة جدا وهيديكي نتيجة روعة. يا قلبي افضل بقى ايه اقلب كده اهو. اوريكم بقى كمان بقى، شوفوا التقل بتاعه بجد اللهم بارك عسل. شوفوا سيبيه بس انت ساعة كده او ساعة ونص هيتقل معاكي وهيبقى قمر. كمان لو سبتيه مثلا لو انت عاملاه الصبح لبالليل هيتقل معاك اكتر واكتر. يا قلبي بصي شوفوا تقيل جدا، وبجد طريقة سهلة جدا وطريقة بسيطة جدا جدا جدا. اسهل طريقة لعمل الصابون السائل في البيت، مش مكلف جدا والله، ما مكلف خالص. ب25 جنيه هتعملي احلى صابون سائل في البيت. ب25 جنيه تروحوا ان شاء الله عند بتاع المنظفات تقولوا له مثلا انا عاوزة كيس صابون مركز سائل وانا هعمله في البيت، هيديهولك بجد طريقة روعة.